ومحمود عاشور هذه المرة يحتسب ركلة الجزاء ولا يعود في قراره. لا رجعة لا عودة في القرار المرة دي. كان احتسب ضربة جزاء وصفر باحتساب ضربة جزاء للزمالك ورجع في قراره وألغاها. المرة دي صفر يحتسب ضربة جزاء للنادي المصري لمحمد الشامي على توفيق. ومين اللي هيشوط؟ مين اللي هيتصدى للكورة؟ عبد الله جمعة في مواجهة الشناوي. عبد الله جمعة فعلا هو عبد الله جمعة بالقدم اليسرى. آمال بورسعيدية كبيرة. وعبد الله جمعة يلعبها جميلة جدا بمنتهى الثقة والهدوء. عبد الله يحقق الآمال ويتقدم زعيم الكنال. أول أهداف اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة. هدف بالفعل قاتل وفي وقت صعب جدا. الزمالك مطالب بالتعويض. ادي ضربة الجزاء. محمود عاشور كان قريب صفر واحتسب. مش عايز اقول بعد فوات الاوان، لكن فعلا الوقت صعب والوقت انتهى، سواء الاصلي او الوقت بدل الضايع. وانفراد ثلاثي فريد شوقي، والتاني حمادة ناصر. عبد الله بيكا يطلق رصاصة الرحمة في هذه المباراة، ينهي المباراة قبل موعدها الأصلي والرسمي والقانوني، ويؤكد صعود المصري البورسعيدي، عودته للمباراة النهائية للمرة الأولى من 19 سنة. انتهى كل شيء، انتهى اللقاء بانفراد ثلاثي. شوف كام انفراد، كام واحد. حمادة ناصر وفريد شوقي وعبد الله بيكا كان هو صاحب اللمسة الأخيرة بكرة بدأها الشامي ومررها، وانفراد وهدف تاني يؤكد صعود النادي المصري للمباراة النهائية، ويؤكد خسارة الزمالك للقبه وبطولته المفضلة اللي سيطر عليها في آخر 4 سنوات. ادي عبد الله بيكا